السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفه تاع غراتان بالبطاطا والجلبانه وشويه تاع الدجاج. يجي بزاف بنين ويجي لداخل مشمخ وبنته بنه، يعني لا فامي تاعي كامل يحبوا هاد الغراتان. بزاف هايل، يعني بسيط وبنته هايله. كنا مع رمضان من بعد ايامات العيد القاطو وزدنا صمنا الصابرين، يعني عيينا من هذوك الاطباق يعني اللي تقال والشوربه والاطباق الرئيسيه بزاف والمقبلات. نبداو الان يعني في الوصفات الصيفيه، الاطباق يعني الخفيفه. اللي راهي تشوف لاشين تاعي لاول مره نقول لك ما تنساش ديري لي ابوني وفعلي الجرس باش يلحقوك كامل الوصفات الجديده ديالي. واش نحتاج يعني لهذه الوصفه؟ عندي هنا كميه من البطاطا، طبعا حساب افراد العائله. نقيها غسليها مليح وقطعيها هكذا يعني دي بتيدي كما راكي تشوفي معايا. هنا عندي نص صدر، تقدري ما ديريش صدر، تقدري ديري يعني ظهوره ولا الجناحتين، لمي هكذا شويه جناحتين تاع الظهوره وديري بهم هاد الكغاتان. هنا عندي كميه من الجلبانه، شويه تاع المعدنوس. هاد المعدنوس يعني ما درتوش كامل، كنت خدمت به يعني وصفه واحده اخرى في نفس الوقت. وعندي حبيبه تاع بصل يعني تكون شويه كبيره، طبعا مرحيه. بالنسبة للتوابل واش نحتاج؟ عندي ملح، فلفل كحل مغروف معمرة مليح تاع راس الحانوت، شوية تاع الزنجبيل، شوية تاع القرفة وشوية تاع الكركم. وطبعا نحتاجو الزيت باش نديرو الوصفة ديالنا. وصفة قلت لكم سهلة وبسيطة وبنتها بنة. عندي هنا في طنجرة ندير حوالي 3 مغارف تاع الزيت. انا في هذا الوقت راني نقلي في البطاطا ديالي، نستغل الوقت وراني نقلي هذيك البطاطا. طبعا درت لها شويه تاع الملح ونقليها. نحط هذاك الطرف تاع الدجاج ديالي، انا قلت لكم درت نص صدر، راكم تشوفوا فيه يعني صغير ماهوش كبير بزاف. تقدري قلت لك ديري ظهوره، تقدري ديري جناحتين كويس، الشي اللي عندك. نقلي هذاك الدجاج تاعي شويه. دائما نقول لكم كي تقليو الماكله تجي يعني بنينه اكثر واكثر. هذاك الدجاج قليه مليح باش يعطي لك هكذا بنه زياده شويه، سورتو كي هذيك الزيت تاخذ من البنه تاع الدجاج. من بعد نحط فيه البصل هذاك ديالي اللي كنت رحيته ولا كرفجيه يعني في الرقيق. قليه تاني مع هذاك الدجاج مليح بهذه الطريقه. وصفه اقتصاديه وبنينه. عندي هذوك التوابل ضفتهم، كميه تاع المعدنوس. هنا المعدنوس ديري شويه يعني ما تكترش بزاف. نقلي كلش مع بعض جيدا بهذه الطريقه حتى يعني هذاك الدجاج والبصل تحسيهم يعني دخلهم شويه طياب، وهذاك البصل جوغ بدا يتكاراميليزا. ضيفي شويه تاع الماء على جال هذوك لي زيبيس باه ما ينحرقولكش. وتاني البصل يعني خلاص يكون بدا يطلق هذوك السوائل تاعو. زيد انتيا مرقيه غير شويه، ما تمرقيش بزاف. من بعد ضيفي الجلبانه تاعك، الجلبانه راح تمد واحد الحلاوه لهذه لاصوص تجي بزاف هايله. قلت لكم كامل يحبوا هاد الكغاتا يعني في دارنا. خليت انا هذيك لاصوص تاعي طابت مليح. لي فخيت تاعي كما راكم تشوفوا تقليتها ودرتها في البلا اللي راح ندير فيه الكغاتان ديالي. هنا هذاك الدجاج بعد ما طاب لي وهذيك لاصوص عقدت، هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا فتتو يعني هكذا فتتيه عادي. وهذيك لاصوص خليها يعني حتى تختار شويه وحطيها جانبا. رايحين نديروها في الكغاتان. كي ديري الكغاتان تاعك بلاصوص يعني اللي طاب فيها الدجاج راح يجي بنتو مخالفه، وتاني يجيك مشمخ ماشي ناشف. هنا عندي انا شويه تاع غرويير مع شويه تاع فروماج روج. تديري الفرماج اللي عندك ديريه. بالنسبه لا بيشاميل يعني درتها معاكم في شحال من وصفه، راح نخلي لكم الروابط اسفل الفيديو، ودوك يخرج لكم ايضا في الاعلى فيديو فيه طريقه البيشاميل يعني بالتفصيل. دوك نحط هاد المكونات كامل مع بعضهم. هذاك الدجاج المفتت، نزيد هذيك شويه تاع الفرماج، ونزيد هذيك لاصوص
ونزيد عليها البيشاميل. في هذا الوقت راح نعطيكم واحد اللغز، اذا عرفتوه يعني خليو لي في لي كومونتير، وهنا في الفيديو الجاي ان شاء الله رايحه نعطيكم الاجابه تاعو. اللغز واش يقول؟ دايره كي الدبزه وفايته السلطان في اللبسه. نعاود لكم، دايره كي الدبزه وفايته السلطان في اللبسه. هاد الحاجه يعني ضروريه في الطياب وضروريه في كل بيت، ودكا يعني راها بشانها وشنانها. يعني عطيت لكم بعض التلميحات، ان شاء الله يعني تعرفوا الاجابه. خلوها لي في لي كومونتير، ولا انا في الفيديو اللي يعني القادم راح نعطيكم الاجابه. بعد ما خلطت هذيك لاصوص تاعي مع الجلبانه والدجاج وشويه تاع الفرماج، زدت لها شويه تاع جبن مثلثات يعني اختياري، فروماج بورسيون. سينو ما تقدرين يعني ما ديريش، تكتفي غير بالجبن المبشور. من بعد زيدي هذيك البيشاميل تاعك ما ديريها ثقيله بزاف، ما ديريها خفيفه عاديه، باش يعني هذاك الكغاتا يتشربها وتاني يقعد لي مشمخ لداخل. من بعد نخلط البيشاميل تاعي مع هذيك البطاطا وهذاك يعني لاصوص والدجاج. ما تخليش البيشاميل غير من الفوق، لا دخلي كامل هذيك البيشاميل ديالك في الكغاتا نتاعك. كي تتخلط مع هذيك لاصوص راح تزيد يعني تعطيلك بنه ما شاء الله. بهذه الطريقه وصفه سهله، دوكا الصيف سخانه ماذا بينا نكثروا من لي كغاتا والحاجات يعني غير الخفاف. من بعد ندير الفرماج غابي من الفوق وندخلو يعني في الفوغ يطيب، ياخذ هذيك التحميره الهايله. كما تعرفوا لي كغاتا يحبوا تكون عندهم اون بال دوغور. تقدري ديري راهم كاينين في الاسواق، ماشي شرط ديري نوعيه تاع الجبن تكون يعني غاليه، ولا كاينين في الاسواق عده انواع رخاص وبنان وثاني كيذوبوا ما نستعملهم عادي جدا. زدت هنا شويه تاع فرماج هكذا من الفوق، ندخلو يطيب في الفوق من التحت. من بعد كي نشوف يعني هذاك الكغاتا نتاعي شغلاوي يبقبق شويه كيما نقولوا يغلي، تحسيه بلي خلاص بدا يشرب لك شويه، اشعلي له من الفوق وخليه يعني ياخذ هذا اللون الذهبي الرائع. نتمنى انكم تجربوا هذا الكغاتا وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير، على بالي رايح يعجبكم بزاف. بالمناسبه نوجه تحيه لبنت خالتي نينا، تموت على هذا الكغاتا بزاف تحبه. اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم خلوا لي جيم وكومونتير، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم، تهلاو لي في روحكم وسلام.